أستاذ خالد، طبعا احنا موقع البشاير، كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني هل دي أول إنتاج ليه حضرتك، يعني أول مرة تقوم بالإنتاج مثلا في مسرحية براكسا؟ احنا شركتنا قايمة من سنة 2009، وكانت قايمة أصلا عشان إنتاج العروض الميوزيكالز. فاحنا عملنا عرض براكسا، كان الكلام ده سنة 2009، وعرضناه في صيف 2009 على الأوبرا الكبير، وعمل نجاح جامد جدا، وعمل نقلة صراحة في المسرح المصري، لأنه كان إنتاج مختلف ونوع من المسرح مختلف شوية عن مصر. طب ايه الفرق بين الانتاج اللي هو في دار الاوبرا وهنا النهارده في المسرح بتاع قصر النيل؟ لا، هو يعني من حيث الانتاج هو احنا محافظين على نفس العناصر بتاعة العرض كلها، واخدة كلها حقها. ديكورات زي ما هي، بس طبعا احنا براكسا قمنا بانتاجها سنة 2009، وعرضناها على مسرح كبير في دار الاوبرا المصرية، عملت نجاح جامد جدا، وكانت حاجة مختلفة جدا، تقريبا أول مرة في مصر يتقدم عرض بالشكل ده، الميوزيكال بمعناه الحقيقي. لما بنقول ميوزيكال، بلده الحقيقي في برودواي في أمريكا. احنا لما نيجي نعمل ميوزيكال فاحنا بنعمل من نفس المدرسة، فاحنا عاملين حاجة اسمها برودواي ستايل. الحمد لله احنا حققناه بشهادة النقاد، وكان النقاد تقال جدا الحمد لله، مش ناس اي كلام، شافوا العرض كويس وقيموه كويس، والحمد لله يعني باعترافهم ان العرض مقرب قوي على عروض البرودواي الامريكانية. احنا طبعا شركة ملهاش مكان، بمعنى ملهاش دار عرض مسرحي، ما عندناش دار عرض نملكه. قعدنا 2009 و2010 لان العرض كان ضخم جدا ومحتاج خشبة مسرح ليها امكانيات عالية، فكان لازم ان احنا نلاقي المكان اللي احنا نعرض فيه الكلام ده، فما كانش فيه غير خشبة المسرح بتاع المسرح الكبير في دار الاوبرا، هي المكان الوحيد اللي يقدر يستوعب عرض بالضخامة. طبعا البرنامج السنوي بتاع دار الاوبرا المصرية بيبقى مزحوم جدا، واحنا عشان نعمل العرض بتاعنا بصفه مستمره او نبقى مالكين ادواتنا ونقدر نعرض في الوقت اللي احنا عايزينه، مش هنقدر نخش على البرنامج، يعني ما يصحش ان احنا نخش نعرض ليله او ليلتين او ثلاثه، وده برضه بيعجزنا شويه. فقررنا ان احنا ناخد مكان، والحمد لله ربنا وفقنا، خدنا مسرح قصر النيل، والمكان مكتوب بقاله كتير، بقاله حوالي 7 أو 8 سنين. كانت الحاله صعبه شويه، الحمد لله قدرنا ان احنا نطور شويه من المكان ووضبناه كويس، وبنفتحه من جديد ان شاء الله عشان ناخد نعرض عرضنا براكسا لمدة سيزون كامل. وبالمناسبة ان براكسا احنا حبينا نرجع بيها تاني، هي وقت عرضها مناسب جدا للأحداث اللي حصل اليومين دول في مصر، وفي نفس الوقت احنا بقى خلاص بما ان احنا بقى عندنا المكان بتاعنا، فاحنا اليومين دول بنحضر العرض بتاعنا الجديد، عرض 24 يناير، وان شاء الله هيكون حاجة طفرة كبيرة جدا في المسرح المصري من حيث نوعية العرض نفسه. هنقدم العرض بشكل مختلف خالص، ما بيتهيأليش ان حد في مصر اقدم او فكر ان هو العرض بالادوات اللي احنا هنقدمه بيها ان شاء الله في الفترة اللي جاية. والعرض ده ان شاء الله احنا فعلا بدأنا فيه تدريبات، الكاست بتاع الممثلين كله بدأ تدريبات، بياخد اليومين دول كورس فوكاليز صوتيات عشان نقدر نعلى مستواه شويه. طيب انتوا هيبقى العرض هنا مستمر في القاهرة فقط لا غير، ولا هتبقى في اسكندرية وبعض او هتسافروا بره، او يعني في القدام يعني احنا مش هنقدر نتحرك بعرض براكسا مثلا جوه مصر خالص، بسبب ان الديكورات بتاعتنا ضخمه جدا، والعرض ما بنقدرش نقدمه على اي خشبه مسرح، لازم لنا خشبه معينه وامكانيات معينه. والحقيقه للاسف ان مصر ما فيهاش دور عرض كتير تقدر تستحمل عروض زي دي، فاحنا حضرنا حالنا هنا في قصر النيل ان الخشبه تقدر تستوعبنا فتره طويله ان شاء الله. بتكلفة قد ايه حته الديكور؟ لا حته دي تقريبا يعني. لا، هو العرض ضخم. العرض ضخم، متكلف عناصره متكلفه كويسه قوي وغنيه قوي، ان شاء الله الناس لما تيجي تشوف هتعرف العرض في انهي حته يعني انتاجيه. انما مش هي دي القضيه في الاستمراريه، ان احنا نكون بنقدم العرض بشكل مستمر عشان الناس حتى تلحق تشوف، لان العرض ده على قد ما نجح جامد جدا على المستوى الجماهيري وعلى المستوى النقدي ما اتعرضش الا 11 ليله. طيب العرض كان في دار الاوبرا، هو كان بيتكلم عن قيام الثورات تقريبا على ما اعرف يعني، هل هو ساهم فعلا لانه كان قبل قيام ثوره 25 يناير؟ لا احنا ملوش دخل احنا ما ساهمناش. احنا دورنا، احنا ناس بنلعب فن وحابين ان احنا نعمل حاجه في المسرح المصري، عايزين نعمل ثوره جوه المسرح نفسه،
بمعنى ان احنا نقدم مسرح جديد ومسرح محترم وفي كل العناصر، ونتقدم بالمسرح المصري عموما، لان المسرح المصري دلوقتي للاسف يعني وجوده قليل قوي، خصوصا القطاع الخاص، واحنا قطاع خاص. انما احنا لا كنا نقصد ان تقوم ثوره في مصر او ما تقومش ثوره يعني. ملوش دعوه خالص برغم ان فكرته قايمه على هو طبعا النص قريب جدا 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 من الاحداث ولامس قوي. انما بصراحه احنا مش، لا احنا الاستاذ نادر صلاح الدين قدم وجهه النظر بتاعته اللي هو كان شايفها والحل، نقدم وجهه النظر المشكله وحلها من وجهه نظره، انما ما كناش نقصد اي حاجه، احنا بنلعب فن. طب ايه الجديد اللي عند تياترو هو زي ما قلت في المرحله القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله نبراكس هتتعرض موسم كامل ويمكن اكتر ان شاء الله، وكمان بنحضر لعرض 24 يناير ان شاء الله. عرض 24 يناير ده هياخد مننا حوالي شهرين ان شاء الله على ما يطلع للنور. ولما ان شاء الله العرض يفتح 24 يناير هيكون بيتعرض 3 ايام اسبوعيا مع براكسا، يعني يبقى براكسا 3 ايام في الاسبوع و24 يناير 3 ايام في الاسبوع كده الاسبوع. وان شاء الله كمان عندنا خطه ثانيه ان احنا باذن الله هنمتد كمان، ان لما 24 يناير يفتح بامر الله في عندنا عرض ثالث جراند ميوزيكال ضخم جدا ان شاء الله، هيبقى بامر الله يعني على مستوى براكسا يمكن احسن. على نفس المسرح ولا على هيبقى كل شغلنا على مسرح؟ على المسرح قصر النيل. شاكر جدا. استاذ نادر صلاح الدين مخرج مسرحيه براكسا، كنا عاوزين نعرف من حضرتك بس بعد 25 يناير وبعد ما اتنقلت المسرحيه من دار الاوبرا وجت لمسرح قصر النيل، ايه الجديد اللي هتقدموه ان شاء الله؟ هو ان شاء الله احنا بنقدم العرض ده من 2 سنين على مسرح الاوبرا، وكان بيتكلم عن الثوره، وكان بيتكلم عن اشكاليات الحب وامتى يجب ان تصور الشعوب. والحقيقه يعني كان العرض ده يعني بنقدمه واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل خالص. لما حصل الثوره في 25 يناير وجدنا ان هذا العرض يستحق ان هو يتعرض، ويستحق ان هو يناقش فكره الثوره، والجمهور المصري يستحق ان هو يشوفه بقى بشكل يومي بدل ما كنا بنعرض في الاوبرا في ايام موسميه. وابتدينا بقى نحط وجهه نظر جديده في العرض علشان تناسب اللي حصل في مصر يعني اثناء 25 نقدر نقول ان هو ساهم، نقدر نقول ان هو ساهم في الثوره يعني. لا احنا ما ندعيش ده طبعا يعني، لان هو اذا كان هو كان بيناقش فكره الثوره او فكره قيام ثوره قبل الثوره ما تقوم، ممكن ده يكون فعلا يعني هل ساعد هل لا ما ندعيش يعني هو دي مساله فنيه ليس لها علاقه بالتحرك الشعبي يعني. ما حصلش ان احنا بنشوف ثوره او مسرحيه بتخرج ثوره او فيلم الناس بتتظاهر بعد. دي مساله فنيه ودي مساله سياسيه، وانا ما بحبش اربط بينهم. طيب الابطال نفس الابطال اللي كانوا في دار الاوبرا؟ لا احنا معانا زيزي بتعمل دور براكسا، ومعانا محمد فهيم بيعمل دور بالبروس، ومعانا ريهام خطيب بتعمل دور الوصيفه، دول الجداد اللي معانا، الباقيين زي ما هم كلهم. طيب يعني لكن نفس النص هو نفس النص، لان هو نص توفيق الحكيم في الاصل، وانا عملت له اعداد وكتبت له الاغاني، فالمساله مش خارجه من اطار نفس النص، لكن في بعض الرتوش والتفاصيل بنزودها علشان يواكب الاحداث اللي حصلت. زي مثلا حاجه بسيطه يعني انا هتكلم في المفهوم العام. احنا كنا بنقول مسرحيه بتتكلم عن ثوره مرتقبه، دلوقتي بنقدم مسرحيه بتتكلم عن ثوره حصلت. هو ده الفرق. اشكر حضرتك. انا اللي شاكر.